الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. يسرنا في البداية أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. نذكر السادة المشاهدين أننا نستقبل فتاويكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. بداية شيخنا، سنتحدث اليوم عن المقدسات الإسلامية مما جاء الإسلام بتعظيمها، سواء كانت أياما أو أماكن. فمن أين أتى هذا التقديس نفسه؟ متى نستطيع أن نطلق على الشيء أنه مقدس؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. مسألة أن هذا الشيء فاضل أو أن هذا الشيء مقدس أو أن هذا الشيء محرم، هذه القضايا هي أحكام، والأحكام لا تكون إلا بإذن الشارع. يعني لا نستطيع أن نقول بأفضلية شيء أو عدم أفضليته، خاصة في الأماكن والأزمنة والأشخاص كذلك، إلا بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. فمثلا الله سبحانه وتعالى خلق الأماكن واختار من بينها مواقع، أخبرنا بأن هذه المواقع مواقع فاضلة، مثلا المسجد الحرام أو الأرض الحرام والأرض المقدسة. هاتين الأرضين نص عليهما القرآن الكريم وأشار إليهما الشرائع، وهما محط نزول الرسالات، خاصة الأرض المقدسة والأرض الحرام. نعم. وكان الرسل خاصة من إبراهيم عليه السلام وما بعده يكاد معظمهم في هذه البقعة، فجعل الله سبحانه وتعالى هاتين الأرضين، سمى إحداهما الأرض المحرمة الأرض الحرام هي مكة وما حولها، والأرض المقدسة هي أرض الشام. وعموما سبحان الله هنالك من العلماء من يفرق ما بين الأرضين، ولكن التفريق الأساسي فيهما أن الأرض الحرام الصلاة فيها كما هو في البيت الحرام، الصلاة فيها ب100,000 صلاة. الأرض المقدسة اللي هي بيت المقدس والمسجد الذي هو فيها، الصلاة فيه ب500 صلاة. ما بينهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد ثالث وهو مسجده عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه ب1000 صلاة. إذن هذا الاختيار الإلهي للأمكنة، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمكنة منه سبحانه وتعالى هذه المواقع. ويمكن أيضا أن تكون هنالك مواقع أخرى الله عز وجل يشير إليها بأنها مثلا مواقع الرسالات إجمالا، مثل الإشارة بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فيه إشارة كذلك إلى أماكن نزول الرسالات أو الشرائع الثلاث: التين والزيتون وطور سينين. طور سينين رسالة موسى، والتين والزيتون إشارة إلى أرض عيسى عليه السلام وهي فلسطين، والثالثة وهذا البلد الأمين اللي هي مكة المكرمة. ففيه إشارة كذلك إلى موضوع الأمكنة، والله أقسم بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بما هو فاضل وما هو محرم أو مقدس. إذن في عالم الخلق في الأمكنة أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه المواقع. نأتي مثلا إلى موضوع أيضا التفضيل في الأزمنة. تفضيل في الأزمنة، الله سبحانه وتعالى مثلا فضل زمان دون زمان،
وكل ذلك وفق القاعدة التي ذكرناها: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. يعني نحن لسنا من نحدد الأفضلية في هذه المواقف. الله عز وجل يقول: خلقت كذا وفضلته. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. إذن في عالم الأزمنة أيضا هنالك أزمنة فاضلة. فمثلا يوم الجمعة يوم فاضل جعله الله سبحانه وتعالى من الأيام الفاضلة، وفي يوم الجمعة جعل هنالك ساعة تعتبر ساعة فاضلة، وهي الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وفق إليها أو من يعني تحين أن يكون من ضمن أوقاته هذه الساعة فإنه يكون وقت إجابة. فهذا وقت مثلا من الأوقات التي جعلها الله سبحانه. جعل رمضان كشهر، شهر كامل جعله الله سبحانه وتعالى شهرا فاضلا، وجعله من سائر الأشهر هذا الشهر له ميزته. جعل الله سبحانه وتعالى هنالك أيضا أشهر سماها بالأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه ال4 التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في هذه الأشهر هي التي يقع فيها الحج. إذا كان شهر رمضان شهر فاضل وقعت فيه عبادة فاضلة وهي الصيام، فإن الأشهر الحرم فيها عبادة عظيمة جدا وهي الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالبيت فاضل من حيث المكان، والأشهر فاضلة من حيث الزمان. إذا نلاحظ هذه الأشهر هي تبدأ معنا من ذي القعدة، يعني بعد 2-3 سنكون إن شاء الله في الشهر، يعني من الاثنين والثلاثة القادم سنكون في الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متتابعات. ثم عندنا بعد ذلك رجب منفرد. إذن هذه الأشهر سماها الله سبحانه وتعالى بالأشهر الحرم. فموضوع الحرمة وموضوع التقديس يأتي من بيان الله سبحانه وتعالى لنا بأن هذه أشهر حرم، هذه مواقع مقدسة، هذه أماكن فاضلة، هذه أزمنة فاضلة. فالخلاصة التي أريد أن أصل إليها بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمنا بقدسية المكان وحرمته وقدسية الزمان وحرمته، بل وأبعد من ذلك الله أيضا خلق من البشر وجعل منهم الرسل والأنبياء واصطفى منهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن فضل الله سبحانه وتعالى هؤلاء على العالمين. ثم من الرسل أيضا فضل هنالك 5 جعلهم أولي العزم من الرسل، وهم إبراهيم عليه السلام ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تدخل تحت قوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فمثلا نحن ما كان لنا أن نفاضل بين رسل الله لو لم يعلمنا الله بذلك. لا نستطيع أن نفاضل. الله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهو الذي فضل بينهم وهو الذي أعلمنا بمقاماتهم. كذلك في عالم الملائكة أيضا بنفس الطريقة هنالك جبريل عليه السلام وإسرافيل وغيرهم هذه باختصار في موضوع المفاضلة بين الخلق. جميل. زمانا ومكانا وأشخاصا. جميل. ذكرتم المقدسات المكانية كالحرمين الشريفين والأقصى. كيف للمسلم أو كيف للمرء أن يظهر تعظيمه لهذه الأماكن دونا عن بقية المساجد؟ كيف له أن يميزها؟ أحسن. هي الميزة الأولى أن الله سبحانه وتعالى جعلها محط رسالات، فتنزلت فيها الرسالات وكان يدور فيها أنبياء الله ورسله. هذه الميزة أساسية. الأمر الثاني الفضل في العمل. فلما يقول الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بأن والله الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فإن لازم ذلك أن نحرص على الصلاة في المسجد الحرام، وأن نحرص على الصلاة في المسجد النبوي، وأن نحرص على الصلاة في المسجد الأقصى، بل وأبعد من ذلك أن تشد الرحال إلى هذه المواقع. هذا أيضا مما يدخل تحت موضوع حرمة هذا المكان واحترامه وقدسيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا جعل الأرض مسجدا وطهورا. جعلت له الأرض من ميزته عليه الصلاة والسلام وخصائص رسالته أنه جعلت له الأرض كلها مسجد وطهور. فالمسلم لا يعاني عندما تأتيه الصلاة، يمكن أن يتوضأ في أي مكان ويصلي، ما عنده مشكلة. ولكن هذه ليست كتلك التي يشد إليها الرحال. أيضا هنالك مساجد في الأرض يعني خصصت للعبادة. الأرض كلها مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم باشتراط الطهارة بطبيعة الحال. ثم هنالك مواقع خصصت للذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
فخصصت للعبادة. في هذه نفسها أيضا هنالك تفاوت، ليست هذه الصلاة فيها الجماعية مثلا ب 24 صلاة 27 صلاة يعني درجة مثلا، لكن تعال إلى المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، ستلاحظ الفرق الهائل، وبالتالي تشد إليها الرحال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني كأنما يقول لك بقية المساجد ليش تشد الرحال؟ نعم. يعني ليس هنالك ما يجعلك تشد إليها الرحال، تتعب نفسك ومالك ووقتك وجهدك، وليس هنالك درجة. لكن لما تشد الرحال المسجد الأقصى في درجة متميزة هي 500 صلاة، المسجد النبوي درجة متميزة 1000 صلاة، المسجد الحرام درجة متميزة وهي 100,000 صلاة. فهذه تقريبا تكون عملية هذه واحدة اللي هي الذهاب إليها، شد الرحال إليها، الحرص على المرابطة فيها. أيضا مما يلزم من هذا الموضوع أن يحرص المسلمون على أن لا تكون خارج ولايتهم. هذه مسألة مهمة جدا، بمعنى لا يسمح المسلمون بأن هذه الأرض التي تقع في هذه المقدسات وهي مقدساتهم ورثوها بحكم الشرع، ورثوا هذه المواقع بحكم الشرع. تسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مساجد، سلم المسجد الحرام والمسجد النبوي عمليا، وتسلم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى في الإسراء من الرسل عندما صلى بهم جميعا. إذن ال3 مساجد تعتبر تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وتحت ولاية من بعده من المسلمين، وبالتالي لا يجوز للمسلمين التفريط فيها، التفريط فيها من حيث أن يحتلها غير المسلمين، أو أن يدنسوها، أو أن يمنعوا من عمرانها، أو أن يمنعوا من الصلوات فيها، أو أن يجعلوا المسلمين يصلون إليها بصعوبة. للأسف الشديد كما هو الآن في المسجد الأقصى هنالك مشكلات كبيرة جدا، يعاني المسلمون الأمرين هذه الأيام كما هو بطبيعة الحال. يلاحظ أن ذلك مما يجب على المسلمين أن يحموا مساجدهم ويعتبروا هذه من حرماتهم، وأوجب واجبات الجهاد من أجل تحرير المقدسات وحمايتها. هذه تقريبا من الأشياء التي تجب أيضا على المسلمين. أيضا مما يدخل فيها عمرانها والاعتناء بها والاعتناء بسهولة الوصول إليها، ويدخل ذلك بطبيعة الحال تحت عمران بيوت الله سبحانه وتعالى. جميل. هل هذه كما ذكرت الصلاة والسعي إلى الأماكن المقدسة هي الطريقة الوحيدة لكسب الأجر من هذه الأماكن، أم أن هناك طرق أخرى دون الدخول في الغلو فيها؟ هو على كل الجوانب التي نستطيع أن نقول بأن الإنسان يمكن أن ينال بها هي هذه، إما أن يذهب إليها صلاة، وإما أن يرابط فيها رباطا، وإما أن يذهب إليها حاجا ومعتمرا كما هو شأن المسجد الحرام، ويمكن أن يذهب كذلك الإنسان زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى كزيارات. يمكن أيضا الإنسان إذا لم يتيسر له كل ذلك يمكن أيضا أن يقوم ببعض الأعمال التي يمكن إن شاء الله أن تدخل تحت الأجر المضاعف بطبيعة الحال، كأن يجعل الإنسان أحيانا مثلا يكلف شخصا بمال أن ينيبه في قضية من القضايا، أن يهتم بالمرابطين كما هو الحال الآن مثلا في المسجد الأقصى، فهنالك باب مفتوح جدا في هذه الفترة، وهو هنالك الكثير من المرابطين يحتاجون إلى المأكل والمشرب والاهتمام المالي والاهتمام برعاية أسرهم وتثبيت أهل القدس. هذا كله يدخل بطبيعة الحال أيضا في ما يمكن أن ينال به الإنسان إن شاء الله الأجر. يعني يمكن أيضا أن يقوم الإنسان عن بعد، أيضا قد لا يصل لكن يمكن أن يقوم عن بعد مثلا بالمساهمة في عمران هذه الأماكن. كل ذلك مما هو مشروع ويسن إن شاء الله. جميل. ماذا عن الذنوب أجار الله وإياكم شيخنا؟ هل تتضاعف الذنوب لصاحبها إذا ارتكبها في هذه الأماكن المقدسة؟ نعم بطبيعة الحال تتضاعف، بغض النظر عن حجم المضاعفة هل ستكون ضعفين أو غير ذلك، لكن المضاعفة حاصلة، وقد تكون المضاعفة في القدر أحيانا، بأن حجم الجريمة قد لا يكون كما هو في غير هذه الأوقات. فالذي مثلا يرتكب ذنبا في مكة المكرمة ليس كالذي يرتكبه في خارج الحرم. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام الذي جعلناه
سواء للناس العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه من يقصد إثما أو ذنبا أو يرتكب إثما أو ذنبا في هذه المواقع فإن ذلك موعود والعياذ بالله بعذاب أليم. بل بعض السلف رضوان الله عليهم كان يستشهد بهذه الآية: لو أن شخصا في أدغال أفريقيا قصد قصدا سيئا في المواقع هذه فإنه يلحقه هذا العذاب باعتبار أنه أراد ذلك. فعلى الإنسان كيف إذا كان بنيته يعاقب وبقصده السيء يعاقب في هذه المواقع، فكيف إذا ارتكب الإنسان والعياذ بالله جرما أو ذنبا في هذه على كل موضوع المضاعفة هذه من الأشياء التي نص عليها كثير من أهل التفسير وكثير من العلماء، بل وجدوا بأن الآيات يضاعف يعني أو الذنوب تضاعف فيها كما أن الحسنات تضاعف فيها. فالحسنات ذكرنا بأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذه مضاعفات ضخمة جدا. والذنب لا نقول، لأن بعض الناس حاول أيضا أن يقول الذنب أيضا ب100,000، ليس كذلك، ليس هنالك نص يقول بأن الذنب في مكة ب100,000، لكن الذنب مضاعف. نعم. فليس الذنب، وهكذا سبحان الله بشكل عام قضايا الذنوب والمعاصي تحتفها مجموعة قرائن فتجعل منها مضاعفة، سواء داخل الأرض المحرمة، هذه خاصية مثلا كون الأرض حرام وكون الأرض مقدسة، هذا يضاعف الذنب. كون الزمان له حرمته يضاعف، كمان يرتكب ذنبا في رمضان. كون الشخص مثلا له صلة مع شخص آخر، مثلا كمن يسيء لوالده، الإساءة في نفسها مرفوضة، لكن لما تكون إساءة إلى الوالدين تزداد فيها. نعم. كمن يسيء مثلا إلى جاره، أو السرقة من الجار، أو يزني والعياذ بالله بحليلة جاره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أكبر؟ قال الإشراك بالله، قال ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه، قال ثم قال أن تزني بحليلة جارك. لماذا حليلة جاره؟ هذا موطئ الأمان، الجار هو موطن الأمان. فإذا خذل الإنسان من جاره وأتته الخيانة من جاره أو أتته الطعن من جاره، فهذه طبعا تزداد بطبيعة الحال. فموضوع زيادة الجرم عموما هي فكرته هذه، أنه كلما حدثت مجموعة من المعطيات الموضوعية تجعل من الشيء هو ذاته، السرقة هي السرقة، الزنا هو الزنا، لكن تأتي مجموعة أشياء لتجعل من هذا الأمر أمرا عظيما. فوجود الذنب على الأرض الحرام أو الأرض المقدسة بلا شك يجعل ذلك من الأشياء التي يحصل فيها المضاعفة في الذنوب والسيئات. جميل. ماذا عن الأشهر الحرم شيخنا؟ ما هي أو ما أهميتها مقارنة ببقية أشهر السنة؟ الأشهر الحرم أول هي ذكرت بأن الله خصها سبحانه وتعالى بأنها منها 4 حرم. نأتي إلى قضية ما المعني أو ما المقصود بالحرم. يعني من 12 شهر هنالك 4 أشهر جعلها الله سبحانه وتعالى أشهرا حراما، خصها بالحرمة. هذه الأشهر أعظم ما فيها من حيث الشعائر أن الله سبحانه وتعالى جعلها زمانا لإقامة شعيرة الحج، جعلها زمانا لإقامة الشعيرة. الأمر الثاني، جعل من الحرمات أعظم ما نهى الله عنه أنه حرم فيها القتال. فالقتال في الأشهر الحرم من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وعلى الصحيح بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة، وإن كان الجمهور يقولون بأن القتال في الأشهر الحرم نسخ، لكن من خلال التدبر لكثير من النصوص تلاحظ بأن هذه المسألة على كل الذي تميل إليه النفس أن الأشهر الحرم حرمتها قائمة، والقتال فيها ليس بمشروع القتال، إلا أن يبدأ غير المسلمين بقتال، هذه قضية أخرى. لكن الصحيح أن يحرص المسلمون على حرمة هذه الأشهر. للأسف الشديد القول بالنسخ في هذه المسألة بأن والله القتال فيها منسوخ أدت وكأنما حرمة الأشهر كلها حصل فيها نوع من التراخي، حصل فيها نوع من الضعف. فالصحيح أن هذه الأشهر فيها حرمتها أن أول الذنوب فيها بشكل عام الله عز وجل قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن. وأعظم الظلم أن يكون هنالك قتال، وأن يكون هنالك حرب بين الناس، إزهاق النفوس. الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم كانت الملائكة أكثر ما تخشى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فجعل الله سبحانه وتعالى حرمة سفك الدماء في الأشهر الحرم، حرمة سفك. ولذلك العلة أو التسمية نفسها بعضهم قال بأنها سميت بالأشهر الحرم لحرمة القتال فيها،
لحرمة القتال. أي التسمية نزلت على التسمية نفسها بهذا الوضع. فإذا نحن إذا قلنا بأنها حرمت لحرمة القتال فيها، فهذا يتناسب بطبيعة الحال بأنها محرمة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. هذه الأشهر أشهر حرام، الذنب فيها مضاعف، الذنوب فيها محرمة، الظلم فيها ممنوع، القتال فيها لا يجوز إلا إذا كان هنالك مبادئة من أعداء الله فيكون الرد. لكن الأصل والأجمل من ذلك لو أن المسلمين صعدوا هذا الموضوع، إنجازا أن نستخدم هذا المصطلح، وجعلوها مثلا في إطار ما يعرف الآن بالنظام الدولي، أدخلتها ضمن منظومة الأوقات التي يحرم فيها القتال عالميا، فإن ذلك يعد إنجازا عظيما بطبيعة الحال للمسلمين، في أنه والله هنالك 4 أشهر العالم كله يكون متفق أو يفترض أن يحصل فيها توقيع. لكن إشكاليتنا نحن الآن بما أننا أمة مستضعفة وأمة تحت النفوذ الخارجي، ونحن دائما ننظر إلى أنفسنا لا نملك مبادرات بقدر ما يملك الطرف الآخر مبادرات. فعلى كل هنالك هذا مشروع في تقديري، يمكن أن يكون للمسلمين مبادرة عالمية في أن يجعلوا من الأشهر الحرم زمانا تمنع فيه الحروب، ويتم التوقيع على ذلك من كل الشعوب ومن كل الأمم، حتى تكون أشهر الحج ينطلق فيها الناس إلى بيت الله تبارك وتعالى بعيدا عن أي خوف وبعيدا عن أي سبحان الله، حكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل يعني شهرا منفصلا، يعني لاحظ 3 متتابعة وفيها أشهر الحج، ذو القعدة وذو الحج ومحرم. لكن لاحظ لما جعل الله سبحانه وتعالى شهر رجب، فكنت أقول هل هذا تمهيد مثلا للعمرة في رمضان، بحيث عندما يكون هنالك منعا من القتال في رجب ومنعا للحروب في رجب، فالناس يمكن أن يذهبون إلى البيت الحرام يعتمرون، ويمكن أن ينتظروا إلى شهر رمضان ثم يمكثون بعد رمضان بعضهم وهكذا. فعلى كل الشاهد بأن الله سبحانه وتعالى من حكمته العظيمة ومقاصده في شرعه وخلقه أنه أراد لهذه الأشهر أن لا يعيش فيها الناس احتراب، وهي الأشهر التي تقصد فيها طبيعة الحال يقصد فيها الناس إلى بيت الله سبحانه وتعالى. جميل. بالحديث عن القتال وارتكاب الكبائر في الأشهر الحرم أو الأماكن المقدسة، هل لهذا كفارة؟ هو يحتاج كفارته الكفارة الكبرى له التوبة. من أوقع على كل أي جرم في هذه الأشهر فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كانت هنالك حدود وحقوق، فبطبيعة الحال هذه فيها أيضا التزامات. فمثلا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله يرى بأن الدية في المقتول في الأشهر الحرم ليست كدية المقتول في غير الأشهر الحرم، يراها دية مضاعفة للمكان لشرف الزمان. فمن قتل في الأشهر الحرم عند الإمام الشافعي الدية مضاعفة. بطبيعة الحال هنالك طبعا كفارات كثيرة جدا تقع في الأشهر في الأمكنة والأزمنة كذلك، كالكفارات التي تقع في الحج أو الفدية التي تقع، هذه لا ندخل فيها الآن لأنه ممكن إن شاء الله. لكن هنالك كفارات ولوازم على كل، مثل من يقتل صيدا في الأماكن الأماكن المحرمة فعليه أحكام معينة، من يرتكب مخالفات شرعية في الحج له هذه لها أحكامها. لكن فيما يتعلق بالأمور الأخرى فإن الشخص إذا أصاب فيها حدا يؤخذ بحده، ولكن في موضوع القتل هنالك نص أو هنالك مذهب من مذاهب المسلمين ومذهب الإمام الشافعي يرى بأن العقوبة مضاعفة لهذا الشخص الذي قام بجريمة القتل. ماذا عن صغائر الذنوب مثل الكذب أو ما إلى ذلك؟ يعني كل ذلك الأصل فيه التوبة، ويحرص الإنسان، لأن الصغائر في المواقع لن تكون صغائر، هذه ننتبه إليها. يعني الذي مثلا إذا قلنا بأن هنالك مضاعفة في الذنوب أو في قدرها عندما يقع من الإنسان كبيرة من الكبائر، طيب إذا ارتكب صغيرة من الصغائر لن تكون صغيرة أو لن تكون كما هي صغيرة في وضعها الطبيعي، حتما ستكون أيضا الصغائر لحرمة المكان لها حرمة المكان والزمان. شكرا لك شيخنا. فاصل قصير متابعين الأفاضل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات، والإبداعات. عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم، ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها. أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية، أنس وصحاب في ساعة شباب. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. عودة لكم شيخنا، تكلمنا عن أشهر حرم والأماكن المقدسة. تأتي الأشهر الحرم كمحطة بين ركنين عظيمين هما الصيام، وقد مرت علينا أيامه، وما سنقبل عليه وهو الحج بمشيئة الله. ما الحكمة الربانية من ذلك؟ لعلي ذكرت أن توزيع الأشهر الحرم هو سبحان الله يتخلل هاتين الشعيرتين، شعيرة الحج وشعيرة رمضان أو صوم رمضان. يعني لاحظ رجب هو قبل رمضان، والأشهر الثلاث تأتي بعد رمضان وبعد الحج، هي موزعة يعني. على كل قد يكون المقصد الأسمى في ذلك والحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الفترة كلها أن تكون فترة سلام وفترة أمان، وأن لا يكون هنالك حالة احتراب. وهنا يأتي أن مقصود الشارع في أحكامه ليس إراقة الدماء، يعني ليس من مقصود الشارع إراقة الدماء بقدر ما حرمة النفوس وتيسير السبل كذلك لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يباح من قتل النفوس إلا ما تدعو إليه الحاجة لإقامة أيضا ولاية الله على ولاية شرع الله على الأرض يعني. فهذا ربما مقصود، أنا في تقديري مقصود كبير، مقصود أسمى، لكن فيه المقصود دون ذلك، وهو كيف يمكن أن يتيسر للناس أداء شعائر الله سبحانه وتعالى دون أن يكون هنالك هلع ودون أن يكون هنالك خوف، وكأنما أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، التي نص الله سبحانه وتعالى عليها نتلمسها كذلك هنا في الأشهر الحرم. فأنت في رجب ومقبل على رمضان هنالك توقف كامل عن الحج، توقف كامل عن القتال،
ولا يجوز. يعني تصور العربي كان حرمة من رسوخ حرمة الأشهر الحرم عندهم، كان العربي المعروف بعنفوانه ومعروف بسطوته كان إذا رأى قاتل والده في الأشهر الحرم لا يستطيع أن يسل عليه السيف ولا يستطيع أن يقوم بإيذائه. لماذا؟ لأن هذه الحرمة كانت راسخة على كل في نفوس العرب مما ورثوه من شريعة إبراهيم عليه السلام والشرائع السابقة. إذا نحن نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشهر في هذه الفترة التي فيها أعظم شعيرتين من شعائر الإسلام، شعيرة الصوم وشعيرة الحج، حتى يكون هنالك إفشاء لعملية السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة أول خطاب خطب به قال أفشوا السلام. فإفشاء السلام هذا مقصود للشارع من خلال هذه الأشهر، ويتم فيها عملية إفشاء السلام هو أداء هذه الشعائر، شعيرة الصوم وشعيرة أيضا الحج. جميل. دعنا ننتقل إلى أسئلة الجمهور. شيخنا هذا سائل يقول: هل صيام الست من شوال بنية القضاء، بنية قضاء ما فاته من رمضان، جائز أم لا؟ طيب، أولا نحن إن شاء الله نؤكد على أهمية أن يلحق الإنسان إذا لم يصم خلال الفترة الماضية، فقد بقي القليل يعني ليغادر شهر شوال. فمن كان حريصا على كل أو على الإنسان أن يحرص أن يدرك إن شاء الله ما بقي من أيام، فأمامنا الآن تقريبا 4 أيام 5 أيام، فمن كان ساهيا أو غافلا أو لم يستطع أن يصوم من قبل فعليه إن شاء الله أن يلحق بما بقي من أيام. هذه واحدة. المسألة الثانية مسألة الصيام بنية القضاء. الصحيح أنه لا يجمع معه، وهذا هو القول، أنه لا يجمع مع القضاء نافلة، لا يجمع مع القضاء نافلة. يعني أنت ناوي مثلا أن تصوم قضاء رمضان فلا تدرج معه نية أخرى. يعني لا تدرج نية النافلة مع الصوم، لأنك بهذه النية قد تفسد نية الفرض. فإنما تريد أن تدخل إلى الفريضة ادخل إليها صافية. يعني ما تحاول مثلا تقول والله أريد أن أصلي ركعتي الفجر وأصلي صلاة الصبح، أو أصلي صلاة الصبح ومعها، لا يصح ذلك. نفس الطريقة في موضوع القضاء والنافلة في موضوع الصيام. جميل. لكن في مسألة أخرى، وهي قد يوقت الإنسان صيامه في القضاء مع أيام فاضلة. هذه قضية أخرى. يعني مثلا يكون قضاؤه خميس والاثنين والخميس ليملأ فراغ هذا الوقت بالصيام، لكن ليس لأنه والله يريد أن ينوي صيام الاثنين، لا، هو ينوي الفرض، ولكن يقع هذا الفرض في يوم الاثنين، يوم فاضل ما في إشكال. لكن لا يقول أنه والله أنا أريد أن أصوم الستوت وأريد أن أصوم مثلا الاثنين والخميس، أو أريد أن أصوم الليالي البيض مع القضاء، لا، النية تكون نية الفرض. جميل. أبو محمد يسأل عن الصيغة المناسبة لتهنئة غير المسلمين بأعيادهم مثل الفصح وشم النسيم وغيرها. نعم. على كل، أول موضوع الأعياد ذات الصبغة الدينية، الأعياد ذات الصبغة الدينية المسلم لا يهنئ فيها غير المسلم، ولا أيضا غير المسلمين مطالبين بأن يهنئوننا في أعيادنا الدينية. لأن مسألة الجانب الديني للأسف الشديد كثير من الناس يصعب عليه تقبل هذه الأحكام، يصعب عليه بينما الأحكام هي أحكام دينية وتأخذ الصبغة الدينية، وكل طرف يحرص أن يلتزم فيها بصبغته الدينية وأحكامه الخاصة به. يعني في قضايا ذات الطابع الاجتماعي هذه شيء آخر، وفي قضايا ذات الطابع الديني المحض. فالشعائر ذات الصبغة الدينية، الأعياد الصبغة الدينية اللي لها علاقة بالصبغة الدينية هذه لا يهنأ فيها عموما غير المسلمين. لكن إذا كانت لهم مناسبات اجتماعية من زواج، من مناسبات فرح، من عقائق، من غيرها، هذه على كل يهنؤون فيها، حتى يمكن أن يبارك لهم، وأن يبارك لهم في زيادة أعمارهم، في زيادة أموالهم، في بركة أطفالهم. كل ذلك مما يقال على كل في هذا الجانب، حتى يكون الجانب الاجتماعي عموما موصولا بين المسلمين وغير المسلمين من يشاركونهم في الأرض. فقط يكون الاستثناء في الجانب الديني، لأن الجانب الديني الأصل فيه لكم دينكم ولي دين. جميل. إحدى الأخوات تسأل عن جواز الترحم على موتى من غير المسلمين. موضوع الترحم هذا الموضوع على كل حصل فيه لغط كثير جدا، وللأسف يعني ما كان في السابق معهود هذا الموضوع في سلف الأمة، ما عرف لا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في التابعين من بعدهم ولا في المذاهب الأربعة. لم يكن هنالك إشكال في أنه والله موضوع الترحم والاستغفار لغير المسلمين لا يجوز. موضوع الاستغفار لمن مات على غير الإسلام لا يجوز.
وهكذا الله سبحانه وتعالى قال لنا هذا الموضوع لا تقدموا عليه. يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، قال لم يأذن لي، أذن له في زيارتها. لاحظ، أذن له في الزيارة ولم يأذن له في إيه؟ في الاستغفار. طبعا هنا يأتي استشكال عند البعض، وهو تصور إنه والله عندما نقول والله الترحم والاستغفار لغير المسلمين منعنا منه، كأنما يتصور نحن حكمنا على الجميع بالنار. هذه ليست شأننا، حتى تكون الصورة واضحة. نحن نلتزم حكم الله في المسألة. قال لنا والله الأحياء منهم ادعوا لهم بالهداية، ادعوا لهم بالبركة، ادعوا لهم بكذا، بالخير كله، ما عندنا مشكلة، وهم أحياء. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إليه اليهود حتى يعتصون أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم رحمكم الله، فالنبي كان يتجنب لفظة رحمكم، وكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فكان يدعو لهم بالهداية وصلاح البال. كذلك كان من معهود السلف أيضا أنهم يدعون لهم بزيادة الأعمار والبركة فيها وكذا، هذا كان عادي. لكن نحن نتوقف فقط الذي مات على غير ملة الإسلام، شرع الله عز وجل قال لنا توقفوا عند هذه النقطة. هذه النقطة لم أأذن فيها لا للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه ولا مع أمه، ونحن لا نشك بأن أبا طالب كان من أفضل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم وكافح عنه، بل نوقن بأنه كان يعلم أن النبي صادق. ولقد علمت بأن دينك من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في الدراب دفينا. ومع ذلك الله عز وجل يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهنا نلاحظ أننا نحن متعبدون بأحكام الله سبحانه وتعالى وكذا. طيب، يأتي الميت هذا أنا نهيت أن أستغفر له، أن أترحم عليه، هذا أمر إلى الله، ما عندي معه، خلاص انقطعت. ماذا علاقتي مع أهل الميت؟ ماذا علاقتي مع أهل الميت؟ أهل الميت يعزون، تستخدم من العبارات والكلمات ما تخفف به وطأة الحزن على هؤلاء. هذا الجانب الاجتماعي. الآن لاحظ كيف نفرق بين الجانب الاجتماعي والجانب الديني المحض. الجانب الديني المحض قال لك الذي انتقل إلي وذهب إلى الآخرة دون أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت كمسلم ممنوع عليك أن تستغفر له أو أن تترحم عليه. طيب يا رب هنالك حي معي، لا، الحي الذي معك تعامل معه بجانب إيه؟ جانب اجتماعي. كيف أتعامل معه؟ أن تقول له مثلا ألهمك الله الصبر، أحسن الله عزاءك، صبرك الله، إلى غير ذلك مما يدخل على كل في الأشياء الدنيوية. بل كان سبحان الله يعني الإمام مالك على كل له صيغة أيضا، له صيغة قد تكون تصلح في الجانب الأول. كان يقول، وبعض تلامذته لعله أشهب، كان يقول إذا اضطريت إلى أن تقول شيئا عن الميت يمكن أن تقول له جعله الله خير أهل ملته، جعله الله خير أهل ملته مثلا. لكن بالنسبة للميت للحي عليك أن تعزيه بما تخفف عنه وما تحاول أن تحسن إليه في وتبره في دنياه. جميل. أيضا سائلة تقول هل رقص المرأة مع الرجال حرام خصوصا إذا كان زوجها؟ خلينا نفرق بين رقصين. نعم. هنا الرقص مع الرجال طبعا لا يجوز بالنسبة للمرأة، لأنها ستكون في وضع على كل لا يليق بالمرأة المسلمة المحتشمة صاحبة الحياء. نعم. المرأة المسلمة لا تتراقص ولا تتمايل، وهذا يدخل أقل شيء تحت عملية الضرب بالأرجل وإظهار الزينة وإظهار المفاتن إلى غير ذلك. فلا يجوز للمرأة أن ترقص أمام الرجال من غير محارمها. نعم. من غير محارمها قولا واحد. طيب هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام محارمها؟ يمكن أن ترقص أمام محارمها، ومن ضمن محارمها يمكن للمرأة أن ترقص لزوجها، لا حرج في ذلك، ترقص له، يرتب حالهم يعني في موضوع الرقص طبعا. موضوع خاص. هل سؤال آخر، هل يجوز أن تصلي المرأة حافظة للقرآن بزوجها وأبنائها، وأين تقف إذا جاز ذلك؟ نعم. الموضوع الفرض لا تصلي بهم قولا واحدا إن شاء الله،
أو القول الأرجح، خلينا نقول القول الأرجح أن الفرض لا تصلي المرأة ولو كانت حافظة لا بزوجها ولا بأولادها، يعني يصلون الصبي أو الرجل يصلي في المقدمة ويؤم على كل. فموضوع الإمامة مما اختص به الله سبحانه وتعالى كحكم شرعي اختص به الرجال، لكن إذا كانت هذه المرأة حافظة وهي أعلمهم وأقرأهم وليس هنالك من يقوم بهم قيام الليل وهم يحتاجون إلى أن يقوموا قيام الليل أو يقوموا التراويح في بيتهم، فهنا يمكن للمرأة الحافظة أن تصلي بأهل بيتها، تصلي بأهل بيتها بما فيهم الزوج إذا كان جاهلا، لكنها تقف خلفهم ولا تقف أمامهم، فهم يصطفون في الأمام وهي تقف تقف من ورائهم وتقرأ ويسمعونها في قراءتها، فموضعها في النهاية هي خلف الرجال، كما أن موضعها في موضوع إمامة النساء في وسط النساء وليس في مقدمتهم. جميل. عودا لموضوع الحلقة ولعلنا نختم بهذا شيخنا، المقدسات والأماكن المحرمة والأشهر المحرمة، كلمة أخيرة شيخنا. على كل بالنسبة لموضوع الأماكن المقدسة والمحرمة، نحن حقيقة نعاني خاصة هذه الأيام مرارات كبيرة جدا وآلام عظيمة جدا فيما تعانيه الأمة من حصار لبيت المقدس ومن اقتحامات ومن انتهاكات. ولاحظنا ربما آخر حدث كان عملية الاغتيال التي حصلت للمذيعة أو مراسلة قناة الجزيرة يعني شيرين، والعالم كله طبعا قايم وقاعد بهذه المسألة، لكن حتى هذه اللحظة للأسف الشديد لم نلحظ مواقف إسلامية مشرفة. حتى هذه اللحظة نحتاج كنا إلى موقف إسلامي صارم فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، فيما يتعلق بحرمات المسلمين في هذا المسجد، في الهدم الذي نلاحظه في هذا المسجد، إلى غير ذلك مما هو على كل يعني ملاحظة. هنالك أيضا فيما يتعلق بالمواقع الأخرى للأسف الشديد تحصل أحيانا بعض الخروقات فيما يتعلق بالأحكام الشرعية إزاء البيت الحرام. البيت الحرام الأصل فيه أن كل مسلم قصده حاجا أو معتمرا أو زائرا أن لا يحال بينه وبين هذا البيت، وأيضا تحصل أحيانا مخالفات بطبيعة الحال في هذا الجانب سواء من السلطات الرسمية أو من الأشخاص العاديين وهم يقومون. فمثلا هنالك الكثير من المخالفات من بعض الذين لا يلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. هذه طبعا للأسف الشديد يقع فيها كثير من الناس. فنحن نقول لمن أراد أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هناك فإنه يشرع له أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ولكن بعض الناس سبحان الله تجده إما في طريقة السلام وإما في الهيئة التي يسلم بها وإما في الوقفة التي يقف بها، تجد هنالك جملة من القضايا قد لا تكون صحيحة وأقرب إلى جانب التعبد منها إلى جانب الصلاة على النبي والسلام عليه. يعني أنت في هذا المقام محتاج إلى أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن مثلا معهودا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم والله يجعلون ذلك يوميا، لم يشرع ذلك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الواحد منهم من خارج المنطقة من السفر يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشخص مثلا إذا جاء وسلم على النبي مرة واحدة فإنه لا يلزم أن يكون ذلك بعد كل صلاة ولا يلزم أن يكون، فهذه من القضايا. أيضا لا يلزم أن يوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى روحه الشريف عليه الصلاة والسلام أن يسأل بما لا يسأل عنه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يطلب مثلا قضاء الحاجات إلا من الله عز وجل، فالقضاء الحوائج يكون من الله عز وجل، وأنت فقط هنا تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المخالفات أحيانا بعض الناس يحمل عمليات السلام لبعض الحاجين والمعتمرين، يقول بلغوا رسول الله، اخواننا السودانيين بالذات يقول لك بلغوا رسول الله منا السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ريحك وقال لك والله هنالك ملائكة طوافون تبلغ رسول الله السلام. فأنت لست بحاجة إلى أن والله تحمل واحد ماشي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حيثما صليت وسلمت عليه فإن ملائكة الرحمن تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من صلى عليه وكل من سلم عليه. فلنكثر إن شاء الله من الصلاة والسلام عليه ونحن في مدننا وفي قرانا وفي بوادينا. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان. الله يبارك، حياكم الله. حياك الله. الشكر موصول لكم أنتم أيها المتابعين الأكارم على حسن الاستماع والمتابعة. نلتقيكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.